السلام عليكم متتبعاتي الوفيات، مرحبا بكم معنا اليوم مع وصفات فرح وإيمان. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الوصفة واللي هي سلطة باذنجان من أروع ما يكون. تجيب بزاف بنينة وتتقدم باردة، روعة روعة روعة. باش تكتشفوا سر هذه الوصفة تبعوا معايا الفيديو للأخير. واش نحتاجوا لهذه الوصفه تاع سلطه الباذنجان؟ نحتاجوا 6 حبات تاع الباذنجان، كنت دهنتهم بشويه تاع الزيت وشويتهم في الكوشه ودرتهم في الساشي، ومن بعد كي يبردوا شويه نحيتو لهم القشره. نحتاجوا شويه تاع المعدنوس، نحتاجوا كميه تاع المايونيز، سلطه الباذنجان تبغي بزاف المايونيز. نحتاجوا فصوص تاع الثوم والزيت والخل باش نصنعوا الصلصه لهذه السلطه. بسم الله نبداو نقطعوا في الباذنجان تاعنا. دروك نزيد نقطع الحبه الزوجه تاع الباذنجان، وكي تدهنوا القشره تاع الباذنجان بالزيت تنحى لكم بسهوله ما تعيكمش. تقدري كذلك طريقه التقطيع، تنحي على جهه حبه تاعك وتقطعي الكميه اللي تساعدك هكا بالشريحه وتقطعيها مكعبات صغيره، ولا تقدري هكاك سخون مكونش تنقيه وتمرسيه بالفرشيطه هكذا. شوفوا بعد ما قطعته نجدو كامل ونحطوه في البول كبير باش ندير له التتبيله. ودروك نبدا نخدم في الصلصه اللي نحتاجوها لهذه السلطه. عندي طاس تاع البرا كنت درت فيه كميه تاع الثوم، الا كانوا كبار ديروا 2. نبدا نصنع، نديروا 2 مغارف كبار تاع الخل ب6 مغارف كبار تاع الزيت. ندير 6 تاع الزيت، 1 2 3 4 5 وهذه 6 والتالي. ودوك نزيد رشه تاع الملح ورشه تاع الفلفل الكحل ونضربهم كامل بالبرا ميكسر. الصلصه تاعي كمل ضربتها هي واجده. دروك نضيفها للباذنجان تاعي. تقدروا كاضافه ديروا عصير ليمون اللي ما يبغيش الخل. نزيد هذيك المايونيز، تكون السلطه تاع الباذنجان تحب المايونيز. هذا المايونيز صنع منزلي وزدت لها اضافات ان شاء الله نشاركها معكم. نحرك كامل مع بعض. بعد ما حركت السلطه تاعي نحطها في الثلاجه تبرد. هذه السلطه تقدم بارده، ومن بعد نعاود نولي لكم باش نشوفوها في طاوله التقديم ونشوفوها في الشكل النهائي تاعها. هاي لك السلطه تاعي بارده واجده راهي تشهي. شوفوا كيفاش كنت قدمتها. هاي طريقه التزيين، تزيين بسيط وريقه تاع المعدنوس مع حبيبه تاع الزيتون. تقدروا تقدموها مع المخللات وتجوا بزاف شابين معاها. ان شاء الله وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، واذا عجبتكم بارطاجيو الفيديو مع احباباتكم باش تعم الفائده. وانا نقولكم الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.